من فضلك ما تروحش في اي حته، وانتوا كمان ما تروحوش بقى في اي حته، العمليه سخنت قوي، خليكم معانا. ما تعرفش يا دكتور للاسف. لا لو تعرفوا كنت وفرتوا لعيبه. ما تعرفش يا دكتور للاسف. لا لو تعرفوا كنت وفرتوا لعيبه. مين النادي وانت اوريدي جايبين اللعيبه دي من المجلس السابق، مش احنا، ما تحاسبناش على حاجه. لا طب وانت اوريدي جايبين اللعيبه دي من المجلس السابق، مش احنا، ما تحاسبناش على حاجه. لا طب ما تلاقيش باسم حسام حسن وابراهيم حسن. ممكن تسيبني بس دقيقه؟ انا يعني ممكن تسيبني دقيقه اسرد الموضوع لاخره. انت عندك وقت كتير وعندك اعلام ممكن تتكلم فيه. لا بتكلم، لا سيبني بس دقيقه. انا يعني ممكن تسيبني دقيقه اسرد الموضوع لاخره. انت عندك وقت كتير وعندك اعلام ممكن تتكلم فيه. لا استاذ معتز. دكتور شيرين فاضل لنا دقيقه واحده بجد يا ريت. انا مش عارف اكمل كلامي يا استاذ معتز. اتفضل يا فندم. دلوقتي حضرتك عشان اختصر كلامي واقوله بسرعه، احنا كان عقد الكابتن حسام كان ينتهي 1/6، فعملنا المجلس الجلسه كانت قلنا الجلسه دي ناخد فيها قرار بالمد، واخد بالك، ونخليها جلسه مفتوحه. انه دكتور انا ده بص ولا ليه لازمه عندي خالص، لان علاقتي مع نادي اضيف لازم برضو يتذكر لجماهير الزمالك. عبد الله جورج عضو مجلس الاداره الحالي، سبب ما كون زي ما بيقولوا التكتل اللي عمله ده، انا كنت عايز اوصل له رساله. مش معنى يا دكتور عبد الله ان انا رفضت انا وابراهيم ان انت تشتغل كطبيب للفريق نتيجه ان في راجل محترم وبيجتهد زي الدكتور مصطفى المنيري. هو خده على ان احنا في مجلس ادارات بيجيب مثلا عايز يعين دكتور، عايز يعين مش عارف موظف. يعني انا الكلام ده انا عايز، لان انا واخد مسؤوليه، تحمل مسؤوليه نادي جماهير الزمالك، ان كل واحد في فرد من الجهاز لازم يكون له ليه دور. فالدكتور عبد الله في سويسرا رفضت ان هو يبقى دكتور للفريق. تمام. بعد ما نزلنا وبناء عليه صممت على الدكتور مصطفى المنيري، لان الراجل ملتزم ومحترم، نتيجه جات له وعايه وانت عندك حريه الاختيار كمدير للجهاز الفني. يعني لا هو خد على كل الاجهزه استاذ معتز ان هو يكون متواجد. فبالتالي هو هذا الموقف اتاخد نتيجه كده، وجاب وجمع الاصوات اللي احنا بنتكلم عليها. على كل حال انا